السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم فيري. هنعمل النهاردة وصفة سهلة وجميلة. الفيديو بتاعنا صغير وجميل جدا. وصفة سهلة قوي كلنا بنحبها وبناكلها في مطاعم كنتاكي وبناكلها في المطاعم بره، وكلنا لازم نعرف ازاي بتتعمل في البيت. سهلة جدا زي ما انتم شايفين. الوصفة النهاردة هي صوص الجبن اللي بناكله في كنتاكي او في ماكدونالدز او في المحلات الكبيرة. زي ما انتم شايفين الصوص سهل وجميل جدا اهو. انا حاطه فيه قطع الفلفل اخضر واحمر. لو انت بقى مش بتحبي الشطه ممكن تحطي قطع خيار مخلل. زي ما انتم شايفين بصوا الصوص قوامه عامل ازاي، جميل جدا جدا. هيعجبكم قوي 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 ومش هيكلفكم في البيت زي ما انتم بتشتروه من بره. وادي هنا كمان اهوت انا عامله شويه بطاطس اهو، هنحط عليها الصوص اهو بتاعنا. ممكن نرشه برده من فوق كده زي ما انتم شايفين كده. بيتقدم بالطريقه دي زي ما بناكل في المحلات، بيجيبوه لنا بالطريقه دي. الصوص بيبقى متقدم عليه من فوق بالمنظر ده كده زي ما انتم شايفين كده بالطريقه ديت اهو كده. وممكن نقدمه بالطريقه ديت اللي انتم تحبوه ان شاء الله بقى باذن الله. اتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله وكلكم تعملوه. ويلا مع بعض نشوف بقى النهارده هنعمل صوص الجبنه بتاعنا اللي بناكله بره في المحلات ازاي. يلا نشوف طريقتنا ونشوف مقاديرنا. ودي حبايبي بقى المقادير اللي هنعمل بيها الصوص الجميل اللي بنلاقيه في كنتاكي او في المحلات الكبيره. بيحطوه على البطاطس وبيقدموه جنبها تحفه تحفه. عايزه اقول لكم وهم بيعتمد اهو. اول حاجه في مقاديرنا زي ما انتم شايفين انا معايا جبنه رومي مبشوره، معايا جبنه فيتا، معايا جبنه كيري، معايا حلقات فلفل متقطعه الوان. بصي هي بتعتمد على ميكس الجبن وبس. انا ما عنديش موتزاريلا بصراحه دلوقتي خلصناها فلسه ما نزلتش جبت. انت بقى اي ميكس جبن عندك حطيه. يعني بصي انا حاطه 3 انواع. لو عندك موتزاريلا كمان حطيها، عندك جبنه كيري دلع، جبنه كمان كريمي دلع حطي. يعني بصي هي بتعتمد على ميكس الجبن. فانا عندي اهو 3 انواع ومعايا هي حلقات الفلفل ومعايا كوبايه ونص لبن. انت حطي اعملي بقى الكميه اللي انت عاوزاها. يعني انا هعمل بس كميه على قد اللي انا عاوزاها. لو انت عايزه تعملي كميه كبيره زودي بقى حسب ايه اللي انت عاوزاه. وطبعا هيبقى معايا نشا. خلاص اول حاجه بقى هنجيب اللبن بتاعنا كده قبل ما نروح نرفعه على البوتاجاز. هنزل بقى ايه بمعلقتين نشا كده كبار اهو. ادي معلقه وادي يا بنات معلقه، ادي معلقتين كبار. وهروح بقى ارفع اللبن دوت على النار. اول ما هبتدي اقلب بقى ده طبعا قبل ما هوديه اهوت، وابتدي ايه برضو هقعد اقلبه كده على النار. خلاص بعد مثلا ما احطه على النار كده بحوالي مثلا دقيقتين هنزل بقى بالصوص اللي عندي دوت بتشكيله الجبن اللي عندي دي. هنزل ايه عليها بقى ايه في اللبن. خلاص يلا مع بعض. اول حاجه نحط اللبن ونسيبه دقيقتين كده وبعد كده هنبتدي نحط عليه ميكس الجبن اللي عندنا. زي ما انتم شايفين بقى يا حبايبي انا حطيته اهو على البوتاجاز زي ما انتم شايفين اهو. بصوا لما ابتدي بقى الاقيه ابتدى يكتل معايا كده من الجناب اهو. بصوا هيبتدي النشا بقى تعمل زي ايه اكني بقى بعمل مهلبيه. اول ما الاقيها بقى ابتدت هتعمل معايا كده هبتدي انزل بقى ايه بميكس الجبن اللي عندي زي ما قلت لكم اهو. هنزل بقى بيه كله كده في اللبن اهو عشان يسيح معايا مع اللبن مع ايه مع الجبن كله يسيح مع بعضه كده في قلب اللبن بالنشا اللي انا حطاه اهو. وتفضلي بقى تقلبي فيه كده عشان ما يكتلش منك وعشان ايه يسيح كله مع اللبن كده وهو سخن اهو. وهنزل كمان بمكعب الكيري اللي عندي. لو في بقى موتزاريلا زي ما قلت لكم كمان انزلوا بيها بتبقى حلوه قوي اهو. مكعب اهو حطيته. وتفضلي بقى تقلبي باستمرار باستمرار كده لحد ايه ما يديكي بقى القوام الكويس. شايفين انا عماله اقلب فيه ازاي اهو. بصوا عشان بصوا الكتل دي كده الجبن بصي تسيح معايا كده. اقلب بقى فيه كده بصوا ما سيبهوش زي ما انتم شايفين. افضل اقلب فيه بقى كده. وهنا بقى في المرحله دي هنزل بالايه بقطع الفلفل. لو انت بقى ما بتحبيش الحاجه الحراقه بلاش فلفل. بس هو الصوص ده معتمد على انه مشطشط. خلاص هو مش صوص عادي، ده هو صوص حار حراق بيقدموه مع البطاطس اللي بيبقى من المقبلات حلوه قوي 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 للناس اللي هي بتحب الحاجات المشطشطه الحراقه.
عايزه اقول لكم طعمه جميل. بس لو انت ما بتحبيش الحاجه الحراقه مفيش اي مشكله، تقدري تعمليه من غير فلفل. كده جميل وكده جميل. طبعا احنا عشان من عشاق الحاجه الحراقه فاحنا بنحبه قوي بالفلفل. ممكن تحطي هي قطع خيار مخلل. خلاص الناس اللي هي ما بتحبش الحاجات الحراقه حطي قطع خيار مخلل، جميله جميله جميله. يعني بصي بتقدري تحطي فيه اللي انت عاوزاه. عايزه اقول لكم طعمه رهيب رهيب. بصوا جربوه حلو قوي. شوفوا الطبق بره بتجيبيه في المطعم بره في اي محل، شوفي بتجيبيه بكام، هتعمليه في بيتك. يعني بصي مكعب كيري على حته معلقتين جبنه فيتا على حبه جبنه مبشوره، يعني مش هيكلفك حاجه خالص اهو. وهنا بصوا بقى كده السمك بتاعه بقى حلو قوي اهو. ما تعملوش تقيل عن كده عشان تقدري ان انت تصبيه على البطاطس، او ان انت تحطي فيه البطاطس كده وتاكليها، ما يبقاش ايه تخين معاكي. لو انت عاوزه تقليه عن كده برده براحتك، بس هو زي ما بقول لكم هو السمك بتاعه ده كده كويس. عايزه تقليه شويه مفيش مشكله، بس هو كده حلو قوي زي اللي بيتقدم بره. وكده بقى الصوص كده جاهز معانا، هنطفي بقى عليه ونشوف بقى نقدمه ازاي مع البطاطس. اهو يا حبايبي بقى زي ما انتم شايفين احنا قدمنا اهوت البطاطس اهي. اجي بقى كده اهو اقدمه بقى معاها كده زي ما انتم شايفين حلو قوي قوي. عايزه اقول لكم تحفه، جربوه وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات في الصوص ده. خطير 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 اهو يا بنات. ويتقدم بقى بالشكل ده مع البطاطس اهوت، وتقدري بقى تعملي كده تحفه تحفه. لو حسيتي ان انت عاوزه ملح حطي، بس انا عشان حاطه رومي وحاطه جبنه فيتا حادقه فنسبه الملح معايا مظبوطه. لو انت حطيتي مثلا ميكس جبن وتكون دلعه، لو حسيتوا انه عايز بقى ملح حطي ذره وقلبيه. وزي ما انتم شايفين بيتقدم بالشكل ده حلو قوي قوي قوي. طعمه جميل جدا جدا هيعجبكم اهو. شايفين بصوا عامل ازاي. وقطع بقى الشطه دي عايزه اقول لكم ممكن كمان تاكليه بالعيش بالفينو، طعمه حلو قوي 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 قوي. وبره زي ما قلت لكم يعني انت تجيبي طبق بطاطس فيه كده كام صابع بطاطس عليهم الصوص ده، عايزه اقول لكم بيبقى مكلف جدا وغالي. بص انت في البيت هتعملي كميه قد ايه وهيبقى بفلوس قليله. ان شاء الله بقى الوصفه تعجبكم باذن الله وكلكم تعملوها. واستنى رايكم في التعليقات، وان شاء الله استنوني في وصفه جديده مع وصفات فاتن.